اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه اكله اول مره نعملها، من يوم ما عملنا الوجبات دي، يعني نشوفه من سنين. اول مره نعمل كفته بالرز. زي ما انا قلت لحضراتكم، احنا زي ما بنعمل في بيتنا بنعمل برضو في المائده هنا. لازم الوجبات يا جماعه يكون فيها كل زي ما احنا بناكل في بيوتنا بنعمل ليهم برضو. ودي بداية المفاجأة، في مفاجآت تانية كتير، وجبات تانية بفضل الله هنعمل كل حاجة تتخيلوها. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنحمر الكفتة عشان نجهزها للوجبات. يعني احنا حمرناها قبلها بيوم علشان نكون مستعدين ان تاني يوم على طول تكون الحاجة جاهزة. ما شاء الله، مش عايزة اقول لحضراتكم ان الكل كان بيساعد، كل الناس كانت بتشارك معانا وبتساعد، فرحانين طبعا بكل حب واهتمام. كله جه ساعدنا ووقف جنبنا الحمد لله. طبعا يا جماعه عمل الخير مش عايزه اقول لكم الاجر فيه بيكون عامل ازاي. الحمد لله ربنا وفقنا وعدت على اتم خير. احنا الحمد لله عاملين كميه كبيره جدا. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنعمل وجبات كتير جدا جدا، وكل يوم الوجبات بتزيد. ما شاء الله اللهم بارك، كل يوم الوجبات بتزيد. عايزه اقول لحضراتكم ان الحمد لله احنا بنودي الاسعاف في نفس ميدا، بنودي المستشفى، بنعمل كمان وجبات على الطريق لما يكون فايده مننا، غير الوجبات الاساسيه اللي معانا اللي هي الاساسي بتاعت كل يوم دي موجوده معانا، غير المستشفى غير الاسعاف غير الطريق. الحمد لله اللهم بارك. احنا مش مقصرين في حاجه خالص. شكرا لحضراتكم، شكرا لتبرعاتكم، شكرا للمساهمين معانا، شكرا للمتبرعين، شكرا لكل اللي بيجي معانا بيطبخ وبيساعد وبيغلف وبيعمل كل حاجه. شكرا مجموعه اطعام غير القادرين. وزي ما بقول لحضراتكم بكرر الجمله تاني، لا ننتمي لاي جمعيه نهائيا. مجموعه اطعام غير القادرين لا تنتمي لاي جمعيه. شاركونا فرحه اطعام الغير قادرين. وزي ما انتم شايفين حضراتكم احنا بنستنى ما الحاجه تبرد شويه، لان طبعا ما كانش ينفع ان احنا نعبيها وهي سخنه، يا اما هتقع مننا يا اما هتبوظ. فالحمد لله تمت على اتم خير. وزي ما انتم شايفين الزبادي وطبعا الرز معانا وعصير وبلح، ده حاجه اساسيه ما بتتغيرش خالص، كل يوم كل يوم زبادي وعصير وبلح لازم. استنى ان شاء الله في عمل خير، وجبات كتير بامر الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. السلام عليكم.